يا مساء الفل ويا مساء الورد ويا مساء الجمال على كل مشاهدينا مشاهدي تويست سبورتس في كل مكان، واهلا وسهلا بحضراتكم في ميد ويك استوديو جديد بيجي كل اسبوع علشان نتكلم عن اهم الاحداث اللي بتحصل على مستوى الكوره في العالم وفي اوروبا. كالعاده الاثاره موجوده في كل الدوريات الاوروبيه، سواء انجلترا حتى وان ظن ايرلينج هالاند انه بيلعب لوحده، وفي اسبانيا وحتى وان كان الريال بيحتفل بمبابي، لكن صعوبه كبيره في التنافس هذا الموسم مع برشلونه وغيرها من الامور. منورنا ومشرفنا دكتور عادل سعد، مساء الفل. مساء الفل يا محمود. ايه الاخبار؟ كله تمام الحمد لله. بدايه اسبانيا والصراع بين الريال وبرشلونه اللي الحقيقه مفاجئ انه البارسا مع الظروف اللي كانت موجوده الماليه بالذات، صراع يبدو ان هو مكمل شويه في الدوري الاسباني لان الفروقات مش كبيره. لكن عايز ابدا الاول من عند ريال مدريد، الصعوبه ما قبل الفوز. ايه اللي حصل لريال مدريد مع سوسيداد وحتى بشكل عام في الموسم لحد دلوقتي؟ ما حدش كان يتخيل ان برشلونه هيبقى البدايه بتاعته قويه مع هانز فليك. موضوع الاصابات اللي بيضرب دلوقتي الصفوف ريال مدريد امر بقى مقلق جدا لكارلو انشيلوتي، حتى وان كانت المباراه اللي اول مره يتم الاعتماد فيها الموسم ده على ابراهيم دياز كلاعب اساسي بيصاب مع الشوط الاول وبيخرج عشان رودريجو ينزل مكانه. قبل كده في اصابه لبيلينجهام، قبل كده في جمله من الاصابات موجوده في صفوف ريال مدريد، حته طريقه اللعب اللي اتغيرت، وجود كيليان امبابي، فكل دي امور نوعا ما مخليه الفوز لما بيجي الريال مدريد ما بيجيش بسهوله في كل المباريات اللي لعبها لحد دلوقتي. حتى المباراه اللي فاز فيها بالثلاثه ما كانتش المباراه سهله حتى في الشوط الاولاني. فبالتالي كل العوامل اللي جايه لكارلو انشيلوتي السنه دي مصعبه المأموريه عليه من البدايه، ولكن طبيعه الحال مع كارلو انشيلوتي ممكن تلاقي البدايات معاه متصعبه، ولكن بعد كده بيقدر يتغلب على الامور دي زي ما حصل السنه اللي فاتت. قدر ميليتاو وكورتوا والاصابات اللي ضربت ريال مدريد مع بدايه الموسم، وان انت بتلعب من غير مهاجم، ووجد لها حل وقدر ان هو يتفوق في النهايه ويفوز بدوري الابطال. ولكن البدايه مقلقه بشكل او باخر لريال مدريد مع خساره النقاط، وان كان الفوز الاخير على ريال سوسيداد بركلتي جزاء امر مقلق شويه بعد شوط سيء، بعد يعني شوط سيء بعد مظبوط. فتره كانت سيئه للمباراه في ريال مدريد. هو كويس ان انت لما تبقى وحش تكسب، يعني ستيل انت في الاول اللي هو شويه اللي انت بتعاني فيهم المفروض، لكن عامل فرق نقاط والامور ماشيه يعني. نوعا ما، لان انت برضو كانت البدايه مقلقه شويه مع ريال مايوركا ولاس بالماس، كل الامور ديت خلت الدنيا مش احسن حاجه مع ريال مدريد، والقلق بيخش للاداره والاداره الفنيه وللجمهور. ولكن مهم ان انت حتى لما تبقى سيء في بعض المباريات ان انت تقدر تتحصل على النقاط عشان ما تبعدش قوي في الفارق عن المتصدر برشلونه. طيب برشلونه من ناحيه تانية، يعني الموسم الشواهد بتاعته ما كانتش ايجابيه في الاول في الميركاتو، لكن هانز فليك قدم اكتر مما هو متوقع بالنسبه لبرشلونه يعني. لكن بيصطدم دلوقتي بدوري الابطال، انه عندك دوري ابطال وعندك دوري وعندك بطولات كتير وعندك هدف بقى اسمى عند النادي وهو الربح المالي، لانه أكيد. حاله برشلونه اقتصاديه سيئه جدا يعني. عمق السكواد الموجود في برشلونه يسمح بايه بالظبط؟ يعني يسمح انه الفريق هيمشي خطوه خطوه في المباريات في الشامبيونز ليج يلم فلوس، ولا يسمح ان يكون عندك هدف واقعي على الارض انك تنافس على البطوله السنه دي؟ ما هو هنا بقى المحك الرئيسي. انت ممكن لو انت بس مرتبط ببطولة الدوري فقط بالسكواد اللي عندك تقدر الامور تبقى ماشية بشكل كويس. التوظيف الجيد اللي بدأ يعمله بداني اولمو اللي بدأ يبقى فارق مع الفريق، نضج اللي كل شوية بيزداد عند لامين يامال، رافينيا اللي بيقدم مستويات جيدة جدا، ليفاندوفسكي اللي بيقدم برضه مستويات جيدة مع هانز فليك، كل دي امور جيدة عاملة بهجة كده عند جمهور برشلونة. ولكن لحد امتى الامر ده هيبقى مستقيم؟ انت لما تخش في غمار بطولة دوري ابطال اوروبا المواضيع بتصعب عليك اكتر واكتر، لان انت محتاج بقى سكواد فيه عمق كبير جدا. وانا اعتقد ان النقطه ديت هو الامر اللي بيفتقده برشلونه في الوضع الحالي، خاصه برضو مع بعض الاصابات اللي موجوده مع الفريق. وتخيل انت لما المباراه تزيد عليك وقوه المباراه تزيد اكتر واكتر، الاصابات برضو ممكن تزيد اكتر. فهنا هل وضع برشلونه هيكمل بنفس الوضعيه اللي بداها بموسم قوي في الدوري مع دوري الابطال؟ انا نوعا ما عندي بعض الشكوك في حاجه زي ديت، لان الوضع ممكن ما يسمحش قوي ان انت تكون مكمل بالوضع اللي يسمح لك ان انت تبقى بتبحث عن المكاسب الماديه اللي انت قلت عليها محمود عشان يخرج النادي من الضائقه اللي هو موجود فيها. ولو انه هدف اولي يعني، أكيد. هدف قبل اي حاجه ممكنه أكيد. يعني. أكيد. فحسابات لابورتا شيء، قد يكون فليك شيء اخر، أكيد. لكن الهدف المالي هو المهم ولكن يعني. لحد دلوقتي صحيح ما ينفعش ان احنا نتسبق قوي بالاحكام، ولكن البدايه ما كانتش متوقعه. مفهوم. محدش كان حد بعيدا بقى كمان عن البدايه انها فيها فوز، لا، تسجيل الاهداف 17 هدف، وان انت تبقى فارق عن اقرب فريق ليك جايب 13 هدف هو سيلتا فيجو، وان انت تقدر
بدون ميسي، لان قبل كده برشلونه عمل ال 17 هدف دول في نفس عدد المباريات مع بدايه المواسم، ولكن كان في وجود ميسي. دلوقتي انت ما عندكش ميسي، بس عندك لامين يامال، عندك داني اولمو، عندك رافينيا. مش بقول ان الكفه متساويه، ولكن بقول ان انت تخيل واحد بقيمه ميسي مش موجود وانت قادر تعمل الكلام ده مع برشلونه. من اسبانيا تعالوا نروح لانجلترا، لانه الصراع الذي كان مفترضا على الاقل وقتيا ما بين سيتي وليفربول يكمل اطول من كده. سقط ليفربول للمره الاولى الهزيمه على ملعبك قدام نوتنغهام فورست. تحميل محمد صلاح جزء من المسؤوليه، لانه كان اقل شويه من المباريات اللي كانت قبل كده، ولو انه ارني سلوت دافع كثيرا عن محمد صلاح في المؤتمر الصحفي وقال عندنا مشكله كبيره انه الفريق ما صنعش فرص كتير في هذه المباراه، بينما فوز لسيتي اعترف جوارديولا بانه كان صعب جدا على برينفورد بهدفين مقابل هدف. نتكلم عن المباراتين ونبدا بليفربول الاول. ليفربول يعني سقوط مفاجئ. يعني لما تتكلم عن سقوطك امام نوتنغهام فورست في ملعبك، كان حتى فوز ليفربول السنه اللي فاتت لو تتذكر في الدور الثاني كان صعب جدا على نوتنغهام فورست على ملعبه. فان انت تسقط على ملعبك بالشكل ده وانت كنت مقدم مباريات جيده، ولكن هو جرس انذار، لان من غير فرص كتير. ده الشاهد الاول، لان الشاهد الاول من غير فرص كتير، فقدت الكره كتير جدا في وسط الملعب، مس باص كتير جدا، الانانيه. وده امر اتكلم عليه في المؤتمر الصحفي ارن سلوت، ان اللعيبه كانت بتلعب لعب فردي كتير، وده ما ينفعش خالص في كره القدم. ان انت لما تبص والسبوت دايما اللي محطوط على محمد صلاح ده يعكس قيمه محمد صلاح، ان لما هل ليفربول يقدر يعوض القيمه الفنيه لما محمد صلاح يغيب عن جزء من مستواه؟ هي دي المشكله الكبرى اللي موجوده عند ليفربول، لان ليفربول اول ما محمد صلاح تراجع بس شويه في مباراه واحده بعد ما عاد من التوقف الدولي، بدات الامور تزداد تعقيدا عليهم. فهنا يديك جرس انذار كبير. انت صحيح عرفت تتفوق على مانشستر يونايتد بفوز عريض ومريح وكان باداء اكتر من جيد، ولكن تجميع النقاط في الدوري الانجليزي ما ينفعش ان انت تفرق بين المباريات الكبيره والمباريات الصغيره تقول لا ما احنا فايزين على مانشستر بره. لا، المباريات الصغيره امام الفرق الصغيره او مش مقدمه الجدول دي اللي ممكن تديك افضليه بعد كده. ولنا عبره في ليفربول ضيع نقاط كتيره السنه اللي فاتت امام فرق صغيره، نفس الوضع ارسنال. فهنا ارن سلوت انا اعتقد ان هو كويس ان حاجه زي دي جات له في البدايه قبل ما تخش كمان في غمار دوري الابطال، علشان تقدر تصلح من العيوب والاخطاء اللي هو اتكلم فيها بكل وضوح وصراحه في المؤتمر الصحفي. طبعا اللي حصل ده نقطه مهمه بالنسبه لجمهور ليفربول، لانه كان في عشم في الدوري، لكن الواقع لما تشوفه من الاول ويبقى باين ان انت الانتصارات دي كانت على فرق طبيعي انك تكسبها يعني. فدي برضو نقطه مهمه، لانه كان في سبق اقوى لما انت كنت اقوى مع كلوب ومع لعيبه اقوى، وكان صعب جدا. فكويس ان جمهور ليفربول يبقى ارض رجليه على الارض ويبقى فاهم انه التنافس مع سيتي صعب، لكن مركز تاني مركز تالت هو طموح واقعي اكتر بمعطيات الموسم الحالي يعني. شوف ليفربول بعدم استخدام صفقات جديده، ما اللهم الا فيدريكو كيزا اللي يمكن كمان ما لعبش بصوره اساسيه، ما برداشفيلي اللي هيبقى برضه مش اساسي، هيبقى احتياطي. انت بتتكلم عن ما فيش نفس طويل في الصفقات تخليك وانت بتكتب جمله تكتب سطرين ثلاثه ورا بعض. لا، انت يا دوبك هتكتب سطر ونقطه ومن اول السطر. هو ده اللي حصل دلوقتي من المباراه بتاعت نوتنغهام فورست، ان انت نقطه ومن اول السطر عشان تشوف ايه اللي انا عندي ديفوهات فيه واحاول ان انا اعالجه. لان انت المباراه فعلا انت لعبتها في الاول مش مباراه قويه، حتى مباراه مانشستر يونايتد على ملعبه، مانشستر يونايتد مش في افضل حالاته بالمره، وحتى لما حقق الفوز على فولهام في اول مباراه في الدوري كان بصعوبه شديده جدا. فبالتالي كان امر منطقي ان ده يحصل بالنسبه لارن سلوت، عشان الراجل يطلع في المؤتمر الصحفي ويقول احنا عندنا اخطاء كذا وكذا 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 من اجل محاوله العلاج ديت، عشان برضو الاداره يبقى عندها تفاهم كويس ان انت معاك بقى مدرب كويس، عندك بعض اللاعبين كويسين، وانا بقول بعض اللاعبين، ولكن انت محتاج تدعيمات ومهمه جدا، عشان حتى اختلاف طرق اللعب من فريق لاخر انت ممكن تحتاج لاعب بصفات خاصه امام فريق بيدافع بشكل كويس هو مش موجود عندك. فهي دي المشكله اللي هيعاني منها ليفربول. تبقى عشمان بقى في كيزا شويه، أيوه. تبقى عشمان في تالق حد لافت يعني. لكن كقايمه كامله في اسماء بروميسنج، لكن الاصطدام بوحش زي السيتي هي دي المشكله بالظبط يعني. وارسنال كمان في مباراه هتبقى صعبه جدا 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 على ليفربول. ما بالك انت النهارده وانت بتخسر من نقاط على ملعبك وامام نادي نوتنغهام فورست، فانت هتعمل ايه مع الفرق اللي بتنافس وعندها سكواد جيد وعندها مدربين يقدروا يقلبوا الطاوله في اي وقت يعني. طيب الناحيه الثانيه بنتكلم على تشيلسي على مانشستر يونايتد اللي استعادوا التوازن، سواء فوز يونايتد على ساوثهامبتون او تشيلسي على بيرنلي. استعاد التوازن تين هاج، بينما تشيلسي بيحقق يعني بيعود افضل ما هو متوقع يعني. بس هل برضو العوده دي هتبقى عوده فيها استمراريه ولا لا؟
تشيلسي تحس فعلا ان هو ماسك ورقه كده وعمال يشخبط فيها، شويه بخط كويس وشويه بخط وحش. النهارده بتكسب بالستة، قبلها بتبقى خسران، النهارده بتكسب تاني، بكره ممكن تبقى خسران. مفيش سيمتريه في الاداء او مفيش استمراريه في الاداء. نفس الوضعيه بالنسبه لمانشستر، حتى وان جاء بيجي الفوز. انت على ساوثهامبتون، فريق لسه صاعد، بتعمل ايه في المباريات الكبيره؟ بتخسر بكل سهوله. حتى المباريات اللي المفروض متسهله عليك بتروح تخسر من برايتون، رحت فزت بصعوبه على فولهام. فكل دي مؤشرات مش جيده. وايريك تين هاج انا اعتقد ان دي حقنه مسكنات كانت واضحه جدا. انت تاخد كاس الاتحاد الانجليزي عشان يتم الابقاء عليك، ولكن تخبط الاداره مع عدم جلب لاعبين جيدين مع مدير فني ما نجحش لحد دلوقتي بعد اعطاء كل الفرص، كل ده مقلل من حظوظ مانشستر يونايتد في الاستمراريه في جدول الترتيب في الدوري الانجليزي. طيب مباراة الأسبوع طبعا فوز أرسنال في الديربي على توتنهام بهدف دون رد، تجربة جديدة لأرسنال من أجل المحافظة أولا على الفريق الموجود، محاولة منافسة سيتي من جديد على لقب الدوري. يعني هل في حاجة جديدة؟ هل في بصمة جديدة؟ لأنه أنا حاسس إن انطباع جمهور أرسنال السنة دي رغم الانتصارات بس سلبي. تدخل كبير من حارس المرمى، تدخل كبير من خط الدفاع في مباريات كتير بتحسم فوز لأرسنال. طيب او انت فاكر لما كان مانشستر سيتي كان دايما بيبقى متالق في الدوري الانجليزي وبيعاني في الشامبيونز ليج؟ لان كان في استراتيجيه معينه كده بيتبعها جوارديولا في المباريات. الاستحواذ وبتلعب بمهاجم وهمي، وهو دماغه كانت متركبه كده. وجد ان الامر ده ما بيديلوش افضليه. الراجل يعمل ايه؟ قام راح جايب ماكينه اهداف اللي هو هالاند، قدر يحقق بيها دوري الابطال. نفس الوضعيه ارتيتا بيحاول يتعلم من الاخطاء اللي وقع فيها في المواسم الماضيه. النهارده انت تحقق الفوز لثالث مره على التوالي على ملعب توتنهام، ديت ارسن فينجر نفسه ما عملهاش. انت عارف ارسن فينجر فاز على توتنهام على ملعبه كم مره في 22 سنه؟ 4 مرات. دي لحد دلوقتي ارتيتا عملها 3 مرات. مش هتكلم بالاحصائيات، مش هتكلم اقول لك كمان ان اول مره بيفوزوا ب3 مرات على توتنهام في ملعبه من سنه 88، ولكن الواقعيه انا شايف ان ارسنال اصبح اكثر واقعيه. انت كنت باللعب الجميل بتعمل ايه؟ واللعب العظيم بتاع ارسنال خسرت الدوري بسبب مباراه استون فيلا السنه اللي فاتت. وفي النهايه ما حدش هيفتكر مين اللي كان بينافس، هيفتكر البطل فقط. انا اعتقد ان انت داخل في طور تجريبي لبعض الافكار اللي موجوده في ارضيه الملعب. ازاي تنزل تدافع بشكل كويس من تحت، ما تفتحش الملعب على طول. خلي بالك انت في المباراه دي انت بتلعب بالثلاثه اللي بيلعبوا في وسط الملعب غايبين. ديكلان رايس لطرده، اوديجار اتصاب مع المنتخب، الراجل اللي جابوه ميكل ميرينو مصاب. فانت كل الامور ديت ان انت بتلعب بخط وسط مش اساسي وتقدر ان انت تفوز على توتنهام على ملعبه، وان كان حتى توتنهام مش افضل شيء، ولكن تبقى مباراه ديربي لندني مهمه. فده امر يحسب لارتيتا. جه المكسب ازاي؟ ما تحسبهاش كده، انت تحسب هل انت قدرت تفوز ب3 نقاط ولا؟ يا فرحتي، انت ممكن بتشوف ماتشات كتيره جدا انديه بتعمل مباريات عظيمه وفي الاخر بتخسر اللقاء. ولكن انا شايف ان الامر ازداد واقعيه بالنسبه لميكل ارتيتا عشان يقدر يتحصل على النقاط اللي كانت دايما تبعده عن سبق المنافسه. طيب في العموم السبق لسه موجود في اوله على امل تعثرات السيتي اللي بتخلي الدوري اجمل من حيث التنافس يعني. لكن يبدو انه فريق جوارديولا مع موسم استثنائي جديد بيبداوا هالاند بمنتهى القوه اقرب، لكن استنى ونشوف في قادم المواعيد. نورتنا نجم وشرفتنا حبيبي محمود، حبيبي. شكرا لكل مشاهدينا، باذن الله كل اسبوع يتجدد اللقاء مع حضراتكم وميد ويك استوديو. شكرا لكم والى اللقاء.